صفقة إمام عاشور قلبت الدنيا وقلبت جماهير الأهلي وقسمتهم نصين، نص عايز إمام ونص مش عايز إمام، والجماعة إياهم بيتكلموا في المبادئ. صفقة إمام عاشور لو أنت بتفكر بشكل عاطفي فأنت عندك حق، إمام ما يلبسش تيشيرت الأهلي، واللي حصل لا يغتفر مهما قدم اعتذارات، بس تعالى نحسبها بالمنطق. يعني إيه قوة المبادئ وتظهر إمتى؟ قوة المبادئ ظهرت مع كهربا لما جبته، وهو حرفيا أكتر لاعب في مصر بتاع مشاكل وصدمات وقلة أدب، وحاليا كهربا أحسن لاعب في مصر وأثبت إن عندك مبادئ ومفيش خروج عن النص. أما بقى قوة المبادئ إنك تجيب لاعب أنت محتاجه وصفقة صوبة وتمشيه على العجين ما يلخبطوش وتربيه من أول وجديد وتثبت للكل إن في فرق بينك وبين الجماعة إياهم اللي بيقارنوها بيك، مش بكل سهولة تنسحب وتقول ما يدخلش نادي الأهلي وأنت محتاجه. هاني العجيزي حسمها وقال بيربون على كرة القدم، وياسر ابراهيم رقص على شتيمة الاهلي وغيرهم كتير، ورغم كده اثبتوا ان مبادئ النادي الاهلي ربتهم من اول وجديد. مع احترامي بقى للجميع ومع احترامي لامام عاشور واي لاعب من الزمالك مهما عمل ما بيتقارنش بالحضري والتوأم ورمضان اللي اتربوا في الاهلي وداقوا خيره واتنمرضوا عليه. دي ناس انت مربيها وبعتك اي كان ايه العوامل، انما امام وغيره ما تربوش في الاهلي وما يعرفوش عنك حاجه. انا بتمنى امام في الاهلي قبل ما يلعب للزمالك، ولما عمل الحركه اللي قلبت الدنيا قلت يا خساره والف خساره، بس طلع واعتذر، بس دي مش شويه، وبس دماغ وليد سليمان واعتذر اكتر من مره، وحاليا انت في وضع لا تحسد عليه فنيا ومعنويا وماديا، وانت محتاج الصفقه دي وهتفرق معاه. احنا بقى لو مشينا بمبدا الجمهور قبل ما يجي اي لاعب نطلع له شهاده حسن سير وسلوك، مش هنلاقي لعيبه اصلا في دوري كحياه وما فيهوش مواهب. انا موافق ان امام يلعب في الاهلي علشان يتربى من اول وجديد، الدنيا كلها تعرف الفرق بين الاهلي والفريق اياهم. اقفل يا ابني.